بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض علبة مناديل. علبة المناديل اللي هنعملها النهارده هتكون لعلبة مناديل اللي هي زينة. العلبة ديت اللي هي 700 و 700 منديل، وممكن لو عايزين تعملوها اللي هي ل 500 منديل براحتكم. هو تقريبا المقاس او العرض بتاع العلبة هو واحد. العرض بتاع العلبة بتاعتي هنا تقريبا 18 سنتي، في ارتفاع 9، في عرض تقريبا 11 او 12 سنتي. انا هعمل العلبة اكبر شوية، فهعملها 24 في 14، 24 سنتي في 14، 24 في 14. احنا متفقين ان البيضاوي بنطرح الطول من العرض عشان الناتج اللي يطلع هو ده اللي هنبدأ بيه. ولكن هنا انا بقالي فيديو او اتنين بنقول ان لازم في شغل الكوردون نزود 3 سنتي على الناتج اللي هيطلع. مش زي شغل الكروشيه بنطرح الطول من العرض والناتج اللي يطلع بنبدأ على طول بنعمل سلسلة بنفس المقاس. لا، في شغل الكوردون هنزود 3 سنتي، ده اساسي. 3 سنتي دول هيخلوا البيضاوي بتاعي طالع مقاسه مظبوط بالظبط زي ما انا عايزاه. فانا هنا هطرح 14 من 24 من 14، فيفضل 10 ونزود عليهم 3 سنتي، يبقى انا هبدأ بطول 13 سنتي. هفضل ارتفع لغاية ما توصل عند القاعدة 24 في 14 سنتي. انا هنا تنيت الفتلة على 13 سنتي. هشتغل اسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. الفتلة الطويلة او الفتلة الاساسية على اليمين، وبعد كده بلف ارتفع لغاية ما توصل ل 24 سنتي طول في 14 عرض. هبدأ اقيس كده بالمزورة واشوف المقاس عندي. قلنا 24 في 14. انا كده واقفة عند المقاس المظبوط. ارتفعت تقريبا يعني عند الجزء اللي هو المتن بتاع الخيط ده 1 2 3 4 5 6 7 8 سطور. 8 سطور. طبعا سمك الخيط ممكن يختلف معاكم في عدد السطور، فخليكوا احسن بالمزورة. قبل ما اكمل ارتفاع عشان اطلع للباسكت بتاعي او العلبة بتاعتي، باجي هنا الاول بمشي الجزء اللي هو بعمله بالفرماتورة. خلصوا بقى. لو عايزين تحطوا علبة المناديل قبل ما ترتفعوا، يعني تشوفوا كده مقاسها. بصوا العلبة اصغر من القاعدة اللي انا عاملاها، فانا عايزة العلبة تكون داخلة مش واسعة قوي ولا ضيقة قوي، يعني عايزاها تبقى ايه مظبوطة. فكده المقاس بالنسبة لي مظبوط. هي اصلا عرض العلبة نفسها 18، فانا عملت القاعدة بتاعتي طولها 24، او طول العلبة 18 فانا عملت القاعدة 24، يعني اكبر منها. هنا بقى نبدأ نرتفع نتني كده، ما اخدش على ضيق قوي، لا هرتفع بس اول سطر، وبعد كده ابدا الم ايدي على وش المكنه. كده ارتفعت اول سطر، الم بقى ايدي كده على وش المكنه عشان الباسكت يرتفع معايا مظبوط. وصلت للمقاس اللي انا محتاجاه ولا ايه؟ طلع كده تقريبا 11 ونص. هشوف العلبه كده فيها. بصوا يعني انا شايفه ان العلبه كده يعني مقاسها مظبوط. الارتفاع يعني جاي على قصاد العلبه بالظبط. ارتفعت قد ايه؟ ارتفعت، احنا كنا قايلين هنرتفع 11 سنتي، هي كده مظبوطه 11 سنتي. هوقف كده، هقص الخيط.
افرغه، وبعد كده بقى امشي عليه بالفرماتوره، افرغ ده كده، وبعد كده بقى امشي عليها بالفرماتوره رايح راجع. وبكده انا خلصت الباسكت او العلبه اللي هي اللي تحت، او الجزء اللي تحت ده بقى عندي الغطا. كده عملت الفرماتوره كده رايح راجع، تممت على الجزء الاخير او اخر فتله، وكده الباسكت او العلبه بتاعتي جهزت ما عدا الغطا. طيب الغطا نفس برضو الطريقه، هنبدا برضو بفتله طولها 13 سنتي. لو قسنا الجزء اللي هو اللي فوق ده هنلاقي ان هو اكبر من القاعده، فانا مش هقيس، انا هاخد المقاس على الوش ده مش على القاعده. بس احنا هنبدا زي القاعده، بدانا ب 13 سنتي، فاحنا برضو هنبدا ب 13 سنتي. بس انا هعمل الغطا اوف وايت، فهغير الخيط، اعمل قد المقاس بتاع القاعده اللي هو 24 في 14، بس هنزود عليه لغايه ما نجيب الوش بتاع، يعني نحط البيضاوي هنا على الوش ده يكون اكبر منه بشويه، طالعين لبره كده عشان الغطا يحبك على العلبه بالظبط. زي ما قلت لكم برضو هنقيس 13 سنتي، نفس المقاس بتاع البدايه، وابدا ارتفع برضو. بسم الله. هخلي تركيزي في الغطا اكتر، مش على المقاس بتاع القاعدة، هخليه على مقاس الفتحة بتاعة الباسكت بتاعي. يعني هشتغل لغاية ما احط الجزء ده على الوش ده. هو كده جاي على العلبة بالظبط، بس انا عايزاه اكبر بواحد سنتي او يعني بسطر كمان. هو كده قافل عليها بالظبط، بس انا مش عايزاه يكون قافل عليها، انا هلف كمان سطر عشان لما ارتفع يبقى يقفل على العلبة صح. هو السطر ده بس وخلاص. العلبة وشها من فوق تقريبا 28 سنتي، في عرض 16 او 17 سنتي، وانا هنا بقت 29 سنتي في عرض 18 او 18 ونص، يعني يعني اكبر من حتى الفتحة بتاعت العلبة بواحد سنتي اهو. هي كده اكبر من العلبة بيدوب واحد سنتي، فهرتفع بقى ايه سطرين، 3 سطور بالظبط، اللي هو القفلة بتاعت الغطا نفسها. هلم ايدي بقى لفوق كده، كده اهي ارتفعت واحد سنتي كده او سطر، وهحطه كده على على العلبة قبل ما اكمل، عشان ولا يبقى واسع قوي ولا ضيق قوي. انا برضو مش عايزه ايدي تبقى مفروده قوي، وفي نفس الوقت ما تبقاش ضيقه الغطا ما يقفلش اهو. هكمل على الوسع كده سطر كمان، عشان لو ضيقت ايدي من دلوقتي ولميت الوش هيكون ضيق، فانا هكمل سطر ايدي كمان واسعه شويه كده، وبعد كده الم ايدي بقى في السطرين اللي جايين. كده برضو يعني انا عيني هي اللي ايه اللي هتبقى بتتحكم فيه. انا شايفه ان كده مقاسه مظبوط، هرتفع كمان يعني سطر كمان واوقف على كده. ارتفاع الغطا ده بيكون حسب راحتكم انتوا، عايزين ترتفعوا سطرين 3 براحتكم. قبل
قبل ما اقص الخيط ولا حاجه هشوف برضو. بسم الله اهو كده. مع بصوا قفل بالظبط، ولا ضيقت ايدي ولا وسعتها. وكمان ارتفاع الغطا نفسه، يعني ارتفعت تقريبا كده هنقول مثلا 4 سنتي. تمام. هقص بقى الخيط برضو في الزاوية هنا، يعني عيني هي اللي هتبقى شايفة وبتتحكم، مش هاخد بالمقاس. الغطا بالذات هكون يعني اول باول بقيس على وش العلبة بتاعتي. هفرغ كده وبرضو انهي بالفرماتورة الاول. هفرغ سطر واحد من البداية. هشوف الفتلة بتاعتي البداية، انا بدأت من هنا وهفرغ سطر كده اللي هو السطر الاول. والفتلة دي كده هقصها وهفرغها برضو وهمشي عليها بالفرماتورة في اخر جزء كده. تمام. خلصت الغطا ونضفت خيوطي وكله تمام. هحط بقى الغطا على العلبة ونجرب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحاول نجيب النهاية هنا قصاد النهاية هنا ونسمي كده بسم الله. ادي الغطا على العلبة جاي مظبوط بالظبط. هنحط علبة المناديل كده اهي. وبكده جهزت معايا علبة المناديل، سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة. اهم حاجة القاعدة 14 في 24 طول، 24 في عرض 14. وعملنا القاعدة وارتفعنا بطول 11 سنتي. وبعد كده عملنا البيضاوي برضو بدأنا بطول بفتلة 13 سنتي، وكملنا لغاية ما حطينا الغطا على وش العلبة بقى زيادة عنها بسطر عشان ما تسقطش مننا. وبعد كده ارتفعنا على واسع، ولو حسيت ان انا الوش مثلا واسع معايا وانا شغالة ممكن الم ايدي عشان يحبك على العلبة بتاعتي. وكده انا خلصت علبة المناديل.